الظليم الكالح من شأنه انه هيولد انفجارات في الفطر السليمة. اظن كان رجعوا نفسه، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فساد. مين كان يظن ان يعني ممثلين وكتاب وشابات وبالاوضاع بتاعتهم كما قال سيدنا الشيخ الغزالي، افتكرت قلت وانا فتيات في عمر الظهور مبسوطات يعني، وجايين بالحمالات والشرطات وجايين بينتفضوا لغزة. كان سيدنا الشيخ الغزالي يقول كده ان لان العرب هانوا على ربنا فابى الله ان يربيهم، ان لا يربيهم الا باحذية الشعوب اللي هم مين؟ لا؟ اليهود. ينطلق التحرك الإعلامي الأمريكي الأوروبي من مقولات، احفظوا بقى، أن القوانين الدولية الوضعية لا تطبق على إسرائيل. ليه؟ لأن إسرائيل تختلف عن كل الكيانات السياسية. ليه؟ لأنها كيان ديني. طب ما احنا عايزين نبقى كيان ديني. لا، حماس تبقى إرهابية. وطلع لعين ملعون، أسأل الله رب العالمين أن يهتك سره وأن يشتت أمره وأن يذل رقبته. مجرم قليل أدب أول امبارح طالع ويقول لا، المقتولين من حماس دول قتلى وليسوا شهداء. احنا في سنة 96 الحمد لله رب العالمين، الله يرحم سيدنا الشيخ سيد عسكر، كان أول ما جه الشيخ طنطاوي شيخ أزهر قال المقولة الرخيصة الساقطة دي، اجتمعنا في الجبهة وطلعنا البيان ده، هتلاقوه منشور في الأحرار وفي صحف اسمها الحقيقة، وكان فيه الشعب منشور. قلنا بل هم أفضل الشهداء. في ناس عايزة تنزع السلاح منهم كمان. ما هو قلنا الطنطاوي والغير، والحمد لله قلنا بل هم أفضل الشهداء. جاي المجرم ده اللي ليس لا في العير ولا في النفير، السائل الوقح، أسأل الله رب العالمين أن يزيده ذلا ووضاعة، في لقاء تلفزيوني يقول لا، دول من قال ان دول شهداء؟ دول قتلى. طيب العالم الغربي بيقول ان اسرائيل ما ينطبقش عليها القوانين الوضعيه. ليه؟ لان اسرائيل تختلف عن كل الكيانات السياسيه الاخرى في العالم. ده عند مين الكلام ده؟ عند ترامب وعند كل اللي انا قلت لكم اسمائهم اللي عند دول كلهم، وعند ماكرون ولا ماكرون، وعند ستاردمر، وعند واللي قبل منهم اسمه كان ايه الممثل، كان اسمه ايه اللي انا قلته دلوقتي؟ الممثل في السيما، انا قلته دلوقتي وهجيبه دلوقتي ان شاء الله، هيجينا طويل وحلوه وكويس كده، وكان جاله زهايمر. بيقولوا هم لان اسرائيل يبقى اذا بوتين اسمه ايه ده اللي هو اسمه ايه ترامب ومن معه بينطلقوا من هذا المنطلق. بيقول لك اسرائيل لا تطبق على اسرائيل القوانين الدوليه لان اسرائيل تختلف عن كل الكيانات السياسيه الاخرى في العالم. ليه؟ لان وجودها تجسيد لاراده الهيه وليس استجابة لحاجة إنسانية. مفروض بقى تيجي قطعة موسيقية كده ادي له ادي ادي له ادي ادي له ادي ادي له ادي. يبقى إسرائيل بمساندة الغرب والشرق لها بتمثل وبتجسد إرادة إلهية، زي ما هبين لكم في الحلقة الجديدة اللي جاية. وإحنا بنمثل إيه؟ إرادة شيطانية بقى. ما فيش يا إرادة إلهية يا إرادة شيطانية. عشان كده ذكرت الازهر ليه؟ عشان ايه العلاقه بين النكسه وبين ان ناصر يحذف السنه الخامسه، ثم بعد عشرات السنين يجي طنطاوي ويحذف السنه الرابعه، ويتساوى بقى ده بده علشان تمهيدا لان الازهر يبقى مرحله من مراحل التخصص والدراسات العليا بعد ضم ده لده ويبقى وزاره التربيه والتعليم بتشمل ده وده، والازهر يبقى بس مرحله من مراحل التخصص الديني، زي كده الكنيسه الانجيليه
في التحرير اللي هي خلف مجمع التحرير، متخصصة بس في الدراسات